بسبب الغلاء اللي موجود في المعيشة، الكل كان بينتظر إضافة المواليد على البطاقة التموينية. وعندما أعلن وزير التموين آلية إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، الناس كلها اتبسطت وفرحت طبعا بعد إعلان وزير التموين فتح البطاقات. طبعا إضافة المواليد لها آلية حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمواليد للأسر الأكثر احتياجا بشكل رسمي، بحيث أن الأسرة المكونة من أب وأم يمكنها أن تضيف عدد 2 فرد فقط، بحيث أن البطاقة عددها لا يزيد عن 4 أفراد. وبشروط عشان تضيف ويوصل الدعم لازم يكون صاحب البطاقة يكون من المستحقين، وإن المرتبه أو دخله لا يزيد عن 3000 جنيه أو المعاش بتاع الأسرة يعني أقل من 2500 جنيه. لو 2500 جنيه ماشي. وأكد وزير التموين إن التقديم عبر بوابة مصر الإلكترونية فقط، ومكاتب التموين يعني ملهاش أي صلة بتقديم الأوراق. وكمان اللي لهم الحق برضو الأرامل والقصر اللي ملهمش عائل أو دخل ثابت، وأصحاب تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات، بشرط أن يتم عمل بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية كضمان لإضافة المواليد الجدد. وأكد وزير التموين أن الوزارة بتتلقى كافة تظلمات المواطنين بشأن الحذف من بطاقات التموين، مطالب المواطنين بتقديم تظلماتهم عبر مديريات التموين على مستوى الجمهورية أو عبر منظومة شكاوي مجلس الوزراء وموقع دعم مصر. يعني مش أي حد هيعرف يدخل المواليد إلا بالشروط دي. الناس اللي عندها اللي عندها 4 أفراد على البطاقة ما تروحش تعمل ورق، لأن البطاقة لن يتم قبول أكتر من البطاقة يكون عليها 4 أفراد.